احنا عايزين برضه تكون عندنا اليقين. اليقين ده أنا قد غلبت العالم، مهما يكون حواليا ضعفات وسقطات. أقول للخطية لا تشمتي بي يا عدوتي، كلا إن سقطت أقوم. والصديق يسقط 7 مرات ويقوم. احنا للأسف بنتكلم كتير عن السقوط والخطية والشر والضعف والمشكلات، وما بنتكلمش على الغلبة والنصرة ونعمة ربنا، ومش بنحكي على قديسين غالبين. مثال يعني النهاردة القديس شورى الصبي الصغير، أنا بقوله في المجمع. شورى شاب صغير، صبي صغير، لكن نموذج جميل للشاب المنتصر. يوسف حينما تعرض للتجربة الفظيعة دي كان شابا صغيرا، ولكن كان الله معه وكان كل ما يصنعه ينجح. مش عايزين نقعد آسف في التعبير نولول ونقعد نندب حظنا نقول العالم بقي شرير، ووسائل الاتصال والإغراءات والغلا والشهوات، وإن لم تكن ذئبا كذلك الذئاب. يظل الذئب ذئب، ويظل الحمل حمل، ويظل الأسد أسد. مش عايزين نكون ذئاب، احنا عايزين نكون حملان قوية، حملان جسورة كشهداء ليبيا. كانوا حملان أقوى من الذئاب التي كانت تحيط بهم، وغلبوا في ظاهريا قدام الأشرار دول كان شكلهم مغلوب، لكن قدام العالم كله العالم رأى أن الذي فيهم أقوى من الذي في العالم. رأى أن الشباب الساجدين دول المنحنين دول فيهم قوة أقوى من اللي معاهم سيوف إيديهم ترتعش وملسمين وجوههم. ورأوا هؤلاء الشباب الطاهر يرفع وجهه للسماء. فأنت حينما تكون طاهرا تكون شديدا، وحينما تكون عفيفا فأنت قويا. ده سر النصرة بتاعت أولاد ربنا، إن ربنا ساكن فيهم.